باسم الله، باسم الامة، باسم الشعب، في احتفالية 25 يناير ولادي طلعوا رجالة. بدأت من على التشات، كانوا يقولوا عليهم العيال الفرافير يعني، والى ان وصلت الى اجتياح السلطات المصرية. هز كرسي تحت فيز مبارك، نفخوه. قلت له يا مبارك اياك واكل العيش، يا مبارك اياك وتغلي الاكل، ابعد عن الاكل. الشعب المصري اطيب منه مفيش. تضحك عليه بازازه زيت دع وكيس سكر. رفعت الدعم عنهم وقلت ليكوا نفسكم يا متناكين. اهم نكوك. لا 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 لا، دول ولادي يعني. ان الشاب من دولت اللي كان بيخاف من الامين الشرطه يقول له بخ، يوصل ان هو يمسك لواء شرطه يقلعوا لي بس في الشارع. لا لا لا، هزأت الصوره القياديه في مصر. انت يا مبارك بقيت مهزأة العالم ومزبلة التاريخ حقيقي، زي صفحة الزبالة دي يعني، للي مش فاهم يعني ايه مزبلة التاريخ. ما علينا. ان كنت فاكر ان امريكا ذاتها هتحميك، فانا اقول لك قسمك يا امريكا، ولن اتزحزح عن موقفي هذا. ولادي عملوا عبور تاني في 2011، مش 2011 ولا لا، ده انا ميت بقالي كتير قوي يا ولاد. ما علينا. 2011 من 73 ل 2011 كانوا 30 سنة. كانت على دين ابو الشباب مطفحهم الكوته بكالوريوسات وقاعده في ميدان المطريه يا متناك شغالين فوعليه. ليه يا متناك؟ الجمال اللي كان ماما بتاكله هاتسيناريري يا مبارك، هاتسيناريري باكو اتنين، الصلعه الزين الطلعه الزين. الواد هيبقى راجل ويمسك الرئاسه. بصمك يا جماعه. ليه يا ولاد المتناكه 2 تريليون 120 مليار و970 مليون دولار؟ ليه؟ نصيب الفرد مننا حتى العيل اللي بيرضع 27,000 جنيه. يعني انا المفروض دلوقتي اكون معايا عربيتين 128، الشاب من دولت 128. يعني كل بيت فيك يا مصر كل فرد فيه حتى العيل الصغير ما نجيبلوش عجله نزقه بيها، نجيب له 128 يزقوا بيها. لا فعلا انت ظلمت، والكل ظلم نهايه، والكل بدر كمال. يعني تيجي تقول لي دلوقتي انك هتفضل تسرق وربنا يسيبك كده؟ لازم تشوف حاجه في الدنيا قبل الاخره. الاخره احنا عارفينها، بوابه 48 مع ابو لهب يا ابن المتناك. اما الدنيا لازم تشوف فيها حاجه. الخنزير بتاع اسرائيل ده اسمه ايه اللي فضل مرمي في الغيبوبه يا ولاد ده؟ عشان الذاكره عندي اتمحت. شارون. شارون المتناك اللي كان بينط في حمام السباحه وفرحان ان الزوز اتعرت ويضحك. اهو انت بلبطوك في الشارع، وشكلك كده هتترمي زيه في مستشفى تقعد 30 40 سنه اللي قعدتهم دولت ميت حي يا متناك. عامه ربنا قبل دعانا. وطبعا انت فاكر الرصاص اللي انا خدته في صدري يا قصمك؟ لا تفتكر ان انا ناسي مشوار المنصه وان العيال دول كانوا متأجرين. ما خدوش اعدام ليه يا متناك؟ لما قضيه اغتيال رئيس جمهوريه، ازاي الاولاد دول ما ياخدوش اعدام؟ خيانه عظمى. ويتحكم لي على واحد بمؤبد وواحد تاني مدى الحياه وقاعدين بياكلوا كنتاكي في السجن يا قصمك. مين اللي بيبعت لهم الاكل لما هم كلهم اهاليهم كلهم اتشردوا؟ مين اللي بعت لهم الاكل؟ وكانوا اصلا مين اللي دافع لهم عشان يموتوني في المنصه يا حبيبي؟ وسابوا دين المنصه كلها 100 نفر وجابوا رقبتي انا بدون عنهم، وانت قاعد على الكرسي اللي جنبي ازاي يعني؟ جايب قناصه يا حسني دافع لهم كام الف عشان الرصاصه ما تجيش في رقبتك يا اللي بتتناه. اهو 88 مليون طلقه دخلت فيك النهارده يا مبارك، عقابا ليك على اللي انت عملته، وربنا مش هيسيبك. ومن قتل يقتل ولو بعد حين. وانا اتنبأ ليك يا مبارك، ويمكن الخطاب هذا الناس بتضحك منه دلوقتي، اما انا اتنبأ ليك ان انت هتموت على رصاصه ب2 جنيه ونص.
انا خدت بتاع 28 طلقه، يعني مبلغ برضه يعني مش قليل. اما انت هتموت بطلقه بجنيه يا اللي بتتناك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا لسه صح. ايه هتنسوني. عديلك ابو مرات جمال وابو مرات السنيور التاني علاء دخلهم منين 12 مليار دولار في حساب كل واحد؟ افهمها انا بقى دي. طبعا انت مفاجئ من الكلام ده. ايوه كسر اعصابك باظت يا اللي تتناكي حرامي. اعصابك باظت وقاعد بتهرتل دلوقتي. ماشي دولت ماشي من العيله المالكه، ما علينا. اشمعنى بتاع الامارات ابو ظبي اللي قناه الجزيره دلوقتي كانت عماله تنكف الشعب بتاعنا، اشمعنى يفتح لك قصر المنهل ويقول لك تعالى عندي يا مبارك، وده الوحيد اللي تقبل دعوتي وتقول انا رايح رحله علاجيه لالمانيا، عشان تعرف ان انت عميل مزدوج يا ابن المتناكه. يا ابن المتناكه. تقول لك صاحب اول ضربه جويه، صاحب اول زبر جوي يا ابن المتناكه. فشختنا قسنا للعالم كله يا ابن المرة الوسخ. ويقول لك لن نقبل بالتدخلات الاجنبيه. 30 سنه داخلين طالعين دين ابو مصر كلها، وفي الاخر تقول لي تدخلات اجنبيه. ده احنا تدخلات اسرائيليه وصهيونيه وامريكيه ده انت ما خليتش شعب دين اي بلد الا لما ناكله يا اللي بتتناك. لن اغفر لك هذا الموقف ابدا، ولو هوصل لاخر بلاد العالم هنيك امك يا ابن المثال. نعم حبيبي. ده نسيب اللي في ايدي بقى. لا ده احنا نعيد الحوار من الاول. حبيب ابن المتناكة لا هو حبيب ولا هو عدلي، ده اول حاجة. يعني اسمه اصلا ما تطابقش مع مواصفات دين اللي جابت امه. امن الدولة يا ابن المتناكة قانون طوارئ ايه يا معرس اللي تاخد واحد من وسط عياله وما يتحكمش؟ ازاي ما يتحكمش؟ يقول لك دولة ديمقراطية، دي دولة بعبوثية. دي دولة بعبوثية. مفيش حشيش. ما عليك. حبيبي يا عدلي يا اللي انت حبيب ولا انت عدلي. 28 قصر ليك بس في مصر، منهم 3 في مدينة الجديدة. بعت واحد قصدي وباقي 2. وعندنا في شرم على الهضبة طبعا جنب بابا حسني. عارفين انتوا القصور اللي فوق يا اولاد المتناك؟ عاملين حظر تجوال في شرم على ان محدش يطلع على الهضبة. اشتريتوا مصر من الاخر. حضرتك مرتبك 3840 جنيه. جايب منين 28 قصر يا ابن المرة المتناك؟ 28 قصر ليه؟ هتقعد كل يوم في قصر يا متناك؟ طب دوت لو الشهر محجز يومين، في يومين باقي الشهر بتقعدهم بره مصر. ويك اند بتاع حضرة جلابكم امك. كان ابوك شغال ايه يعني؟ كان ابوك مين يعني؟ انديرا غاندي؟ ده انديرا غاندي مات وهو ما قلتوش جنيه. السادات انا ذاتي مت عندي ايه ارصده في البنك؟ حد يقول لي، لو حد عنده رصيد ليا في البنك يقول لي. اخويا جمال عبد الناصر ساب ولاده شغالين ايه؟ اي نعم كان في فساد مع جمال وانا حضرت هذا في نفسي وشاهدت بذلك. اما انت يا ابن المتناك احمد عز طبال وابوه عنده محل خردة في السبتية، 60 مليار دولار ليه؟ يقول لك ورثة اجدادك مين يا ابن المتناك؟ بتوع خردة يعني زي اسماعيل خردة كده. جاب 60 مليار منين؟ بيتاجر في خردة الذهب. خد يا اسماعيل. لا يا اسماعيل، ده دي منياكة زمنية تاريخية معاصرة. احمد عز 60 مليار دولار من محل خردة ل 60 مليار دولار. ده انت هتبني لك تمثال يا اسماعيل. ده احمد عز. مين؟ احمد نظيف رقم 10 الطويل. تعالى يا خرد. رقم 10 الطويل نظيف ابن المتنكة جه بعد مين؟ اللي هو بعلم نفخ الخمورجي ده. لا ده في الاوضه لسه حبيبي المتنك بيتكلم بيقول لك انا لغايه دلوقتي ما توجهليش ولا اتهام.
يا عمي انا سمعته في التليفون ذاته وهو بيتكلم في التلفزيون على العشيره مثلا بيقول لك انا ما حدش وجه لي اتهامات. ده احنا في بلد متناكه. نرجو من سياده المشير بطاوي، عشان انت بقيت بطاوي بجد، يعني 15 يوم وطالع بيقول لك انا مفيش حد وجه لي اتهامات. ازاي؟ امال انتوا بتطلعوا كده كلام في اسمه ايه البتاع اللي هو بيطلع في الشتاء ده، في الكولومبيا بتنجان؟ عيب. مين تاني ابن المتناكه؟ سيبك من البرانع. البرانع ده دماغ، ده قاعد مش عارف يجمع كلمتين وكان وكيل الطاقه النوويه. ازاي؟ نظيف نظفها، نظيف نظفها بجد يعني. كانوا الاول بنلاقي العيش المدعم، ما لقانيش نلاقي العيش المدعم. قال لك لو كملت الفار اللي في الرغيف تكسب رغيف هديه. المغربي المغربي سياده الباشا المغربي. سيبك من المغربي. عندنا اسمه ايه الواد وزير السياحه، اسمه ايه المتناك ده؟ ينعل قصمه، كان مفلس اصلا. ما علينا، وزير السياحه فرضا. اسمه ايه، دجانة ولا مش عارف دجانة ولا مش عارف اسمه ايه يعني. ما علينا. الراجل دوت حضرتك واخد يبقى يعتبر مناسب الست حرم سيادتك يا حسني سوزان. الراجل دوت كان صاحب شركة سياحة ومديون ب4 كمبيالات ب4 مليون مديونية وهيشهر افلاسه. جالك عم نظيف قال لك يا ريس نلحق الراجل ده عشان هيقع. مسك 4 شهور وزارة السياحة، سدد ال4 كمبيالات ولله الحمد وخارج ب20 مليار. ازاي؟ ازاي؟ افهمها انا بقى دي يعني. عندنا فرق غاز يا ريس 10 مليون فرق سعر دولي، 10 مليون جنيه مصري كل يوم، يعني في الشهر ب300 مليون. بنصدره ب 2.75 $2 75 سنت، وثمنه العالمي 11 دولار و75 سنت. يعني في 9 دولار كل يوم. 9 في 5 بكام؟ 45 في 100,000 وحدة حرارية بما يعادل المليون جنيه. الا يعني ليه بتصدر لهم؟ ليه بيبقششوا على قصهم اللي جابت ميتين ابونا؟ ما احنا نكناهم في اكتوبر على ايدي. بتكسكس لهم تاني ليه يا مبارك؟ ده انت خليتها مهزله. ده انت اتفضحت بضيعة اللحمه في السوق يا ابن المتناكه. ده اللي ما شافش لحمه يشوف لحمه قصومك يتهوز دلوقتي يا مبارك. يلا يا ابن المتناكه، سلام.